السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أو هنعرف مع بعض طريقة تسييح الزبدة البلدي عشان نعمل منها أحلى سمنة بلدي إن شاء الله. عايزة أقول لكم بس على نصيحة مهمة جدا. لما تكوني عايزة تشتري سمنة بلدي ياريت ما تشتريهاش سمنة جاهزة. اشتري اللي هي الزبدة الفلاحي من عند الفلاحين أو من او مثلا من السوبر ماركت. في سوبر ماركت بتبيع اللي هي الزبدة الفلاحي اللي انتوا شايفينها دي، بتبقى زبدة على التسيح على طول. بتجيبيها وتعينها في الفريزر. لو انت مش هتسيحها في نفس اليوم بتحطها في الفريزر لوقت ما تيجي تسيحيها. تمام، دي كانت عندي في الفريزر. دي زبدة فلاحي. هنعرف مع بعض. انا بصراحة لسه اول مرة اجربها، معرفش اذا كانت نوعيتها حلوة ولا لا. هنعرف مع بعض اذا كانت زبدة كويسة ولا مغشوشة. هنعرف ازاي حلوة ولا مغشوشة. تمام، فانت لو تعرفي حد فلاح يعني ياريت تجيبي منه، بس طبعا لو موثوق فيه. دي زبدة جاموسي، مش زبدة بقري. الزبدة البقري بيكون لونها اصفر، بصراحة بتبقى ريحتها قوية جدا عن الجاموسي كمان. فلو تقدري تجيبي مثلا كيلو من الجاموسي على نص مثلا من البقري او نص ونص، هتبقى حلوة جدا. بتدي هي لونها بيبقى اصفر بس ريحتها بتبقى قوية جدا جدا. الكيلو من دي تقريبا ب60 او ب65 جنيه. تمام. انا جبتها وان شاء الله هنشوفها مع بعض. انا طلعتها من الفريزر تقريبا من حوالي ساعة، ودلوقتي هنسيحها. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيتها في حلة، دي حلة ألمونيا. الزبدة يعني يفضل ان انت تعمليها في حلة ألمونيا. لو ما عندكيش حلة مثلا تيفال او سيراميك او جرانيت او الحلل دي، ياريت تعمليها في حلة ألمونيا او الانواع التانية اللي انا قلتها. تمام. اما السلستين بتتحرق بسرعة. تمام، فياريت لو مش عندك الانواع التانية تعمليها في اللي هي الألمونيوم دي. تمام كده. طبعا الحلة بتاعتك لازم تكون ناشفة، ما يكونش فيها مية. دلوقتي بقى هنرفع الحلة بتاعتنا دي على نار هادية جدا. اول ما تبتدي تسيح هنهدي النار على الاخر خالص ونسيبها على نار هادية، وكل شوية تفضلي تقلبي. دلوقتي بقى عندي الزبدة ابتدت تسيح زي ما احنا شايفين كده اهي. ده كده شكلها اول ما بتسيح. انا حطاها على نار هادية جدا، اوعي تعلي عليها النار عشان ما تتحرقش معاكي. لازم تحطها على نار هادية وكل شوية تقلبي فيها كده عشان ما تتحرقش من الأرضية، لأن الزبدة بتتحرق بسهولة جدا. بالنسبة بقى للناس اللي هي عايزة تعمل المرتة تكون حادقة، تحط معلقة من الملح في الزبدة عشان لما الزبدة المرتة تتكون تحت تبقى مملحة معاكي. لكن أنا مش هعمل كده لأن أنا عايزة الزبدة ما تكونش مملحة، لأن طبعا ممكن استخدمها في حلويات او حاجة زي كده، فما ينفعش تكون مملحة. لكن لو انتي هتستخدميها بالاكل بس في الطبخ يعني، عادي تحط معلقة من الملح. تمام. دلوقتي ده كده شكل الزبدة بتاعتنا بعد ما ساحت كلها زي ما انتوا شايفين، وده بيكون شكلها. بتكون فوق زي اللي هي الرغاوي البيضة دي. تمام اهي، ده كده شكلها، ده لون السمنة. تمام، احنا بنسيبها بقى حوالي تلت ساعة على النار هادية زي ما قلتلكوا عشان ما تتحرقش معانا، لحد ما تتكون الابيض ده اللي انتوا شايفينه. ده بيبقى لونه اصفر ذهبي كده فاتح، هينزل في الارضية. تمام، ده كل شوية بترفعي وبتشوفي كده لحد ما يبقى لونه اصفر ذهبي كده، بتقفلي عليها عشان المرته بتاعتها ما تتحرقش او السمنه ما تتحرقش، لان لو اتحرقت زي ما قلت لكم بتمرر وبتدي طعم وريحه وحشه جدا، متبقاش نافعه بعد كده. تمام، فانت تفضلوا تقلبوا فيها شويه كده وتتابعوا المراحل بتاعتها لحد ما تستوي معاكم كويس. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده السمنه بتاعتي استوت او بقت جاهزه معايا. بنعرف منين؟ بلاقي الجدار بتاع السمنه بتاعتي هي طبعا مستويه على نار هاديه. بعرف ان الجدار بتاعي تلاقي كده لونه بقى ذهبي، وفي الارضيه كده المرته بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده، الارضيه هنا كده بقى لونها ذهبي، اللي هي المرته اللي بتتكون تحت اهي. شايفين
بيبقى لونها دهبي، يبقى كده السمنه بتاعتي بقت جاهزه. وقبل المرحله دي على طول بتسمعي صوت طشطشه جامده كده، كانك بتقلي زيت، كانك بتقلي حاجه في زيت. الطشطشه بتبقى جامده وبتلاقيها فجاه هدت زي ما انتوا سامعين كده، مفيش اي صوت خالص. انا مشغله النار بس دلوقتي مفيش اي صوت خالص، السمنه هدت، يبقى هي كده استوت معايا وبقت جاهزه. تمام، ده كده شكل الزبده بتاعتنا او السمنه بتاعتنا بعد ما سيحناها زي ما انتوا شايفين كده. ده بيكون شكلها اول ما تلاقي الارضيه بتاعت السمنه بتاعتك لونها وصل للون الذهبي الفاتح ده زي ما انتوا شايفين كده. اللون بتاعها ما توصلهوش للون الذهبي الغامق، يكون لونها ذهبي فاتح زي ما انتوا شايفين كده، لان لو وصلت للون الذهبي اللي هو الغامق هتمرر معاكي وهيبقى طعمها مش حلو يعني هتتحرق، اسفه، هتتحرق معاكي وهيبقى طعمها مش حلو. عايزه اقولك بقى ازاي تعرفي السمن بتاعتك، الزبده بتاعتك مغشوشه ولا مش مغشوشه. انا عرفت السمنه بتاعتي ان هي مغشوشه مش اصليه. ازاي بقى؟ لان المفروض اولا ريحتها ما هياش سمنه بلدي، دي زبده خليط محطوط عليها اضافات الله اعلم هي معموله ازاي. بس انا اكتشفت ان هي مش اصليه، لان المفروض ريحتها بتبقى عامله زي السمنه البلدي بالظبط. انا مش شامه ريحه سمنه بلدي، دي حاجه. الحاجه التانية المفروض بيتكون يعني كميه حوالي مثلا على الاقل نص كوبايه من المرطه دي. مفيش فيها مرطه خالص زي ما انتوا شايفين كده، مفيش فيها اي مرطه خالص خالص اهي، يا دوبك حاجه متحروقه كده. لكن هي للاسف طلعت زبده مش مغشوشه مش اصليه. تمام، فانت تاخدوا بالكم بقى لما تيجي تشتروا زبده تعرفوا تعاملوا مع حد كويس ما يكونش غشاش عشان تجيبوا زبدة أصلية. تمام، والحمد لله ان هي طلعت يعني زبدة مغشوشة، عشان تعرفوا انتوا بقى ازاي تعرفي الزبدة الأصلية من المغشوشة لما تيجي تشتري زبدة. تمام، فانا طبعا ما عدتش هجيب من المكان اللي انا جبته منه ده تاني عشان طلعت مغشوشة زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى تبرد، هعتبر بقى ان انا اشتريت سمنة نباتي مش بلدي. هسيبها تبرد هنصبها مع بعض في البرطمان. دلوقتي بقى عندنا البرطمان اللي هنخزن فيه السمنة بتاعتنا. طبعا يعني المفروض لو سمنة بلدي المفروض تخزنيها في برطمانات ازاز مش بلاستيك، بتبقى حلوة جدا في التخزين. وكمان البرطمانات الازاز بتخلي السمنة بتاعتك يعني مرملة وبتحافظ عليها لأطول فترة ممكن. اما البلاستيك ما تنفعش في التخزين السمنة البلدي عشان طعمها وريحتها ما تتغيرش. دلوقتي بقى هنجيب السمنة بتاعتنا وهننزلها في البرطمان. بسم الله. انا بستنيت عليها بس حوالي 10 دقايق كده تبرد، ما سبتهاش تبرد على الاخر عشان اقدر ان انا اصبها وهي لسه كده سايحه. هتاخدي بالك طبعا ما تنزليش المرطه اللي هي في الارضيه دي عشان السمنه بتاعتك تكون صافيه، ما يكونش فيها اي رواسب خالص. اهي انا كده صبيتها لحد الاخر. هي هتعمل معايا حوالي كيلو، لان هي مطلعش منها اي مرطه. هوريكم بقى اللي طلع منها. شايفين ده كده اللي طلع من هي لونها ذهبي فاتح عن الموجود في الكاميرا ده اهي. ده كده لونها، ده كل اللي طلع من الزبدة بتاعتي. وده طبعا دليل على ان هي مش اصلية، غير ريحتها طبعا مش ريحة السمنة البلدي خالص. تمام، يعني قدر الله ما شاء فعل. والحمد لله ان احنا عرفنا عشان نقدر نفرق بين السمنة المغشوشة والسمنة اللي مش مغشوشة الأصلية يعني. كده شكل السمنة بتاعتي بعد ما صبيتها في البرطمان زي ما انتوا شايفين كده. ده بيكون لونها، هي ما تفرقش اي السمنة المغشوشة زي السمنة الأصلية، نفس اللون كده. ولما بتبرد بيبقى لونها عامل زي، طبعا عارفين ان لون السمنة البلدي بيبقى لونها عامل ازاي، بيبقى لونها زي المخضر كده. تمام. طبعا ما بتغطيش البرطمان غير لما بتبرد خالص عشان ما تعملش الغطا بتاع البرطمان يعرق ويتخلي السمنه بتاعتك تبوظ، فتستنى عليه. يعني مثلا تغطيه بحاجه زي منديل كده، وبعد كده بتغطيه بالغطا بتاع البرطمان لحد ما بتبرد تماما خالص. وبعد كده بتغطيه بالغطا بتاع البرطمان وتحفظيه في بره التلاجة او في التلاجة زي ما تحبي يعني. تمام كده. عايزه اقول لكم بقى طبعا مش بس السمنه البلدي اللي بتتغش، كمان الزبده زي ما شفنا كده مغشوشه.
فخدوا بالكم الله يكرمكم، يعني ده حاجات مش بتيجي يعني مش رخيصة. لما تتعاملوا مع حد تتأكدوا ان هو موثوق فيه، او ان هو بيبيع حاجات مش مغشوشة، عشان تعرفوا يعني وتضمنوا فلوسكم مدفوعة في حاجة مضمونة. تمام، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اهم حاجة تشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن ان شاء الله. وتعملوا اشتراك في القناة، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.